بعدما تفاعلت قضية اختفاء كمية من السلاح والذخيرة من مستودع تابع للقوات العسكرية لحركة فتح داخل مخيم عين الحلوة، عملت لجنة تحقيق خاصة مشتركة بين الكفاح المسلح الفلسطيني والأمن الوطني الفلسطيني لإرجاع السلاح المسروق، بعد توقيف تاجر السلاح الفلسطيني سليمان حا الذي اشترى الكمية المسروقة. وتتركز التحقيقات على فرار كل من أمين المستودع الفلسطيني حسين شين وهو من حركة فتح والمتهم بسرقة السلاح وبيعه، والفلسطيني وليد شين الذي ساعد حسين وهو ليس من حركة فتح، وفر الاثنان إلى جهة مجهولة. وفي المعلومات فإن أحد مسؤولي القوات العسكرية الذي يتبع له هذا المستودع في منطقة بستان اليهودي فوجئ أول أيام عيد الأضحى باختفاء كمية من العتاد والذخيرة، هي عبارة عن 11 بندقية كلاشينكوف وبندقية M16 و32 ممشط كلاشينكوف. وقد رفع هذا المسؤول العسكري تقريرا باختفاء هذه الأسلحة إلى مسؤوله المباشر في لبنان، الذي أبلغ بدوره السلطات الأمنية اللبنانية لتعميم طبيعة ونوع المسروقات على كل النقاط الأمنية تحسبا لإخراجها من المخيم. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئاسة الفلسطينية في رام الله أخذت علما بالأمر، وأوعزت إلى كبار المسؤولين الأمنيين في السلطة ولا سيما المسؤولون عن الملف الفلسطيني في لبنان بمتابعة الموضوع وإلقاء القبض على الفاعلين. عفيف الجردلي، قناة الجديد.